السلام عليكم مشاهدين ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس مزيانين؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. وفيديو جديد ونهار جديد. وكما كتشوفوا معايا سبقت معكم فيديو واحد الجو مزيون ما شاء الله والاجواء غزاله. وهنا كما كتشوفوا نبدا معكم فيديو صراحه جبرت القرنين كتباع والبقول، وبغيت نشارك معكم فيديو اليوم فالبقوله والقرنين. صراحه ضلا كتجي مزيونه، لا البقوله ديال القرنين مخلطه كتجيب بالربع ديال البقول والقرنين الصراحه كتجي حتى هي مزيانه، كنطيبوها مع الحوت مع اللحم كتجي الصراحه ما شاء الله كتجي غزاله. والصراحه هذه الوقت ديالها يعني كنستغلوا هذه الساعه هذه ديالها وكناكلوها حتى هي الصراحه مفيده وصحيه، شي حاجه مزيونه. غير نمشيو نشريو البقول او القرنين، يعني نصيحه يعني نشوفوا الناس اللي كيكونوا ماجيين من الجبل، يعني النساء تجباله ملي كيكونوا ماجيين نهار السوق الاغلبيه في طنجه كيكونوا الخميس والحد. الاغلبيه ديال الناس الجبل اللي كيكونوا كيبيعوا داكشي طبيعي داكشي مزيون، الحاجه ديال البلاد يعني بلديه، ماشي فحال الناس اللي كتكون كتشري يعني ما كتعرفش هادوك من كيجيو لنا ديك الحاجات. من احسن نشريو الحاجه ونعرفوا يعني من نشريوها. هنا كما كتشوفوا البقول ديالنا يعني كنشبرو كنطلقوا في الماء. القرنين كتعرفوا كيكون فيها الحاص كيكون فيها التراب طعم التراب، ومن احسن نطلقوها في شي بانيو ديال الماء ونخليوها حتى يرطب فيها ديك التراب ولا الحاص، يعني كيهود مزيان، ونغسلوها مزيان ونقيوها مزيان. هنا كما كتشوفوا الطريقه كيفاش كنقطع، انا ما كنقطعهاش غليظه بزاف ما كنقطعهاش رقيقه بزاف، يعني كنخليها معوطه معايا باقا فتيه. وصراحه دغيا كطيب يعني ما كتديش بزاف في الوقت الطياب. وهنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما نقيتهم مزيان وغسلتهم مزيان واحسن خليهم يقطروا مزيان باش ملي كنجيو نقطعوهم نجبروهم ناشفين وما كيبقاوش يطلقوا لنا الماء بزاف، يعني كيكونوا مقطرين مزيان باش ما كيبقاوش حنا كنقطعوا الماء ديالهم كيجري معنا يعني في التقطيع. هنا كما كتشوفوا معايا انا خليتهم حتى قطروا مزيان وعاد رجعت قطعتهم. صراحه ضلا كيجيو مزيونين ومن احسن يعني في الساعه ديالهم منين نجبروهم في السوق ولا نجبروا الناس كيبيعوهم. حتى ديك الناس مساكن حتى هما يعني كيجيبوها ماشي سهله باش تجيب القرنين والربيع فحال هيدا. الصراحه حتى هما الناس تجبل مساكن تحيه ديالهم كبير بزاف. الصراحه كيديروا مساكن تماره وكتجبر والله العظيم ناس كبار مساكن وكيجيو على الصباح من نهار الخميس ونهار الحد، لان السوق دائما معروف الناس طنجة عندهم الخميس والحد اللي السوق بزاف. والناس د الجبل مساكن كيجيبوا اللبن كيجيبوا الجبن كيجيبوا الربيع. وشي نهار ان شاء الله يا ربي غنعمل لكم فيديو يعني عند جباله في السوق كيفاش كيصبح الاجواء في الاسواق طنجه. هنايا صراحه كتصبح الاجواء مزيونه والناس مساكن كيضربوا الثمره صراحه الله باش كيجيبوا داكشي. ومن الاحسن الواحد ملي يمشي يشري منهم الحاجه ماشي عادي يتشطر على درهم جوج دراهم، لان ديك الحاله ديك الناس يعني ما كتقدرش تعرف الثمره اللي كيضربوا مساكن. والله العظيم كنتمنى الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو الناس د جباله مساكن اللي كيجيبوا داكشي يبيعوه، يعني احسن الواحد ما يتشطرش معاهم على درهم جوج دراهم، يعني يستاهلوها الصراحه الله. والله يعاونهم يا ربي الحبيب والله يسهل على كل واحد. الله تعالى وتبارك يفرج على كل واحد ويسهل على كل واحد ويرزق كل واحد يا ربي. وكنشكركم بصراحه الله على الكلمه الطيبه ديالكم، وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم اللي تفاعلتوا معايا في الفيديوهات اللي صراحه الله من قبل، لان ما كنزلش بزاف. وكنتمنى تزيدوا تشجعونا وتزيدوا تبارطاجيو القناه ديالي باش تطلع معكم، وان شاء الله يا ربي انا بكم غادي نزيد قدام، وعندي ثقه كبيره في المتتبعين ديالي اللي كيتبعوني اللي كنجبر التعاليق ديالهم دائما معايا. كنشكركم من القلب وبارك الله فيكم على التعاليق المزيونه ديالكم. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما قطعت البقوله ديالي هنا كنعملها في الطنجره كوكوت. اللي بغى يعملها تبخر انا كنعملها من احسن كنعملها في الطنجرات كوكوت، ما كديريش بزاف ديال الوقت في الطياب وفي نفس الوقت ما كنعملهاش الماء باش ديك الفوائد ديالها ما كيمشيوش منها بزاف. كنعمل لها هنايا كاس د الماء كما شفتوا
شويه د المليحه. العافيه كما كتشوفوا وريتكم العافيه كان عامله ناقصه بزاف، غير كنشد عليها تقريبا نص ساعه. تبارك الله كما كتشوفوا معايا كتهود مره، وعاد انتم كتشوفوا انا بالعاني كنوريكم هنايا باش تشوفوا الطريقه ديالها. وحتى ديك الكاس د الماء اللي كنعملها يعني بالعكس، يعني كيبقى داك الكاس د الماء كيفاش باش كيطلع البخار فيها في الطنجره باش ما كتحرقش، وفي نفس الوقت البقول ما كيمشي لا شي ديك المذاق ديالها وديك الفوائد ديالها كتبقى يعني بالنسبه كتبقى مزيانه بزاف. وكتجي الصراحه الله لذيذه ما كتبسلش، كتجي الصراحه مزيونه. هنا كما كتشوفوا معايا بغيت نشارك معكم، كان عندي هنايا الشرال وبمناسبه جبت القرنين وكان عندي الشرال وقلت غادي نشاركه معكم. صراحه الله كنت بديت الفيديو قطعت الخضره وداكشي، ومن بعد قلت علاش ما نشاركش مع المتابعين ديالي، يعني جبت البقوله وقرنين وقلت غادي نشاركه، قلت نشارك معكم حتى الحوت يعني انا عملتها هنايا غير في المقله. عندي مقله هنايا كبيره غارقه، من احسن قرن كطيب عاد كتنقص. انا هنايا عملت صراحه الله اللي قام ما شاركتش معكم كلشي. طاجين معروف يعني شنو فيه صراحه الله كتجي ما شاء الله غزاله، والله الا كتجيب واحد المذاق فيها ما شاء الله. قرنين مع الحوت يعني الناس اللي كتاكلها، بعض الناس من كيقول لك ما كتعجبهمش، انا الصراحه الله من عشاق القرنين والبقول وكتعجبني الصراحه الله، كتجيني مزيونه. وفي الاخص في الوقت ديالها من كتكون دابا الساعه ديالها كتكون الصراحه مزيونه. كتجي لذيذه كنطيبوها يعني بزاف بزاف د الحاجات كتستعمل صراحه الله، وبالعكس هي طبيعيه وفيها منافع حتى هي مزيونه بالنسبه لنا والعواون. واخا العواون كيبغيوش ياكلوها ولكن كتجيهم بعض المرات كياكلوا معك غير ديك المريقه ديالها ولا مع الخضره، كتجي الصراحه الله مزيونه. وهذا الفيديو ديالي اللي شاركت معكم الصراحه الله اليوم، كنتمنى يعجبكم وشكرا بزاف بزاف والله العظيم كنشكركم من القلب على المتابعه ديالكم. وهذا الطوجين ديالي كما كتشوفوا يعني البسيط وصراحه جا مزيون، ما شهيتكم فيه صراحه جا مزيون. وكما كتشوفوا يعني شي حاجه بسيطه اللي شاركت معكم في هذا الفيديو، قبلوا عليه كما هو. وهنايا غادي نشارك معكم صراحه الله نشارك معكم البقول ديالي مي شحرتهم. هنايا هذه الهريسه صراحه كتعطى الماء الله يخلي لها صحتها ويطول ربي في عمرها ويعطيها الصحه والسلامه يا ربي، ويرزقنا باش نفرحوا الوالدين ديالنا، واللي عنده شي والدين يتهلا فيهم، لان اخوتي ما كاينه حتى شي حاجه في الدنيا يعني الوالدين شي حاجه كبيره والله العظيم. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى نكونوا عند حسن الظن ديالهم، والله يرزقنا حتى حنايا باش نفرحوهم. صراحه الله الهريسه عطاتها لي هي بلديه، جبتها معايا من الجبل مره اخرى والله العظيم عطاتني جدر دايم تبارك الله كيحمقوا لك الهريسه البلديه كيف كتعرفوا جات ما شاء الله غزاله وما كتخماج ما حتى حاجه، كتبقى ما شاء الله واعره والله العظيم. هنايا كنعملوها مع البقول اللي كيبغي الحار يعني مع الطاجين ولا مع البقوله ولا يعني اللي كيبغي الحار، حنايا كيعجبنا الحار في الطاجين وفي البقول. هنا كما كتتساو والربيع، وعملت فلفله حمراء والكيمون والسودانيه كما كتشوفوا معايا. اللي كيبغي الحار ما كيبغيش الحار بلا ما يعملوا. والصراحه جات ما شاء الله والله العظيم واحد البقول ما شايتكم فيها مخلطه بالقرنين والبقول، جات ما شاء الله غزاله والله. الا هذا الفيديو ديالي اليوم اللي شاركت معكم، كنتمنى يا ربي كونوا خفاف ظرف على قلوبكم، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم، شكرا على الكلمات الطيبه ديالكم، الله يجعلها لكم في ميزان الحسنات ديالكم يا ربي، وبارك الله فيكم. وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو. بصراحه الله بغيت نشارك معكم يعني بعض الحاجات. كاينه بعض الواحد كيقول لك كيفاش كنعمل ديك الحاجه ولا هذه كتجيبني غير هضره هيدا مع بعضياتنا النساء ولا شي واحد كتجيبها كيتسائلوا على الحاجه كيفاش هذه كيفاش هذه كنعملوا. المهم قلت نشارك معكم عن خاص المتابعين ديالي اللي كنعرفهم كاينين معايا في القناه، كنشكرهم حتى هما بزاف على البارطاج ديالهم على الدعم ديالهم، وشكرا تجي فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.